السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ان شاء الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا اللي غادي نتشارك معكم فيه الطريقه ديال الفصاله ديال الخمار مثلث. هذا الخمار هذا اللي صراحه تيجي زوين في اللباس وبزاف ديال البنات تيلبسوه من طبيعه الحال تيجي زوين. المهم قبل ما نبداو كنبغي نقول لاي واحد شاف القناه ديالي ديروا اشتراك، ديروا تفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد اللي ان شاء الله كامل تيكون افاده، وخليو تعاليق تساؤلات وديروا جيم باش يطلع الفيديو الناس اخرين اللي باغين ومحتاجين هذا الفيديو هذا. واخا ودائما كما تنقول لكم كملوا الفيديو حتى الاخر باش تستافدوا. واخا نبداو على بركه الله. اول حاجه هي كنحتاج واحد القطعه ديال الثوب اللي فيها متر ونص على متر ونص في العرض. اول حاجه كناخذ انا الثوب ديالي وكنطويه على زوج بحال هكا، وكنشد هاد القطعه هذه بحال هكا وكنطوي بحال هكا. شفتوا شحال ساهله؟ واخا ملي كنطوي الثوب ديالي بحال هكا هانتوما تنيتو التنيه الاولى والتنيه الاخرى، جبت هاد القنت هذا ودرت ليه بحال هكا ساهله. كنبحث على نقطه نتاع 15 سنتيم. هاد 15 سنتيم بغيتها تجيني من هنا لهنا. مثلا هنا غادي نلقى غير 12، غنكحل شويه غادي نلقى غير 14، غنزيد نكحل واحد شويه باش نلقى 15. وكنحدد هاد النقطه من طبيعه الحال نفس هاد القياس يكون هو هاد القياس هذا. واخا وغالبا حتى هو تيكون فيه هنا 15 وهنا 15. واخا اذا حنا خدينا هاد النقطه اللي فيها 15 سنتيم صافي. هذا هو الخمار ديالنا، كنقطعوه بحال هكا وكنجي وتنقطعوه من هنايا. بغيتي يجيك قصير شويه على هنا راه حنا كنقصو من هنايا، ولكن هذا القياس دابا اللي انا عطيتكم راه كيجي هو هذاك القياس متوسط وزوين، ما نازلش بزاف وفي نفس الوقت ما طالعش بزاف، تيجي هو هذاك نازل على الكتيفات والظهر والامام. المهم هو هذا. واخا كنجي ركزوا معايا كنفتح هاد القطعه هاد القماش اللي باقا عندي مسدوده من هنايا باش غادي نشد الامام وغادي نقص منه 20 سنتيم. علاش كنقص ديك 20 سنتيم؟ لحقاش الخلف تيطلع فوق الراس، بالعكس الامام تيكون من هنايا حدا الرقبه تحت الوجه، فكنقصوا منه 20 سنتيم. كيفاش كنقصوا ديك 20 سنتيم؟ كنجيب سنتيم وتنعبرها من هنا لهنا هكا 20. اذا غنديروا 20 سنتيم. نفترض انها جاتني هنايا فكنشدها وكنعبرها من هذه النقطه لهذه النقطه بحال هكا وتنقطع بالمقص بحال هكا. اذا هذا هو الخمار ديالنا، شفتوه؟ ها هاد الجهه هي اللي كتكون في الظهر وهاد الجهه اللي كتكون في الامام. واخا نخليو هادشي هذا على جنب. دابا غادي نمشيو ناخذوا القطعه ديال الثوب اللي بقات لينا. هاد القطعه هذه هانتوما ركزوا معايا، غادي نمشيو لهاد الجهه هذه اللي مسدوده ونديرو بحال هكا وغادي نعبروا فيها 30 سنتيم. 30 سنتيم كناخذوها وتنقسموها على زوج بحال هكا. كتولي عندنا هنا 15 سنتيم وكناخذوا من هنا لهنا 15 سنتيم بالضبط، ما تزيدوا ما تنقصوا ياك. ولنفترض ان ديك 15 جاتنا هنايا
كنمشي كنعبر من هاد النقطه هادي حتى لهنا 50 ولا 55. المهم 50 راه كتجي مزيان هكا. تنعبر ديك 55 وكنطلع من هنا لهنا ب4 ديال السنتيم وكنمشي بها بحال هكا. صافي وكنجي وتنقطع. دابا نعاود نشاركو معكم في القماش باش تزيدوا تفهموا ليه مزيان. واخا هذه هي ديك البانطه اللي كتكون على الراس من القدام، هي هذه اللي كنشدوها كنديروا لها بحال هكا وكتلصق في الخلف هنايا هكا. كتجي لاصقه هنايا ومن طبيعه الحال هادشي كيتخيط من هنا ومن هنا. ان شاء الله غادي نشارك معكم الطريقه ديال الخياطه وحتى الطريقه ديال الفصاله ديالو الا نتوما ان شاء الله. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا وفهمتوا كيفاش تفصلوا خمار مثلث. تبارك الله عليكم ونهاركم مبروك وباي باي عليكم.